كان لازم تقابل في حياتك ناس أندال وقلالات أصل، عشان لما تقابل ولاد الأصول تمسك فيهم وتحافظ عليهم. كان لازم تقابل في حياتك الكذاب والخاين وبتاع الحوارات، عشان لما تقابل الصادق تعرف قيمته وتحافظ عليه. هتقابل قلوب قاسية زي الحجر، عشان لما تقابل حد حنين تقول ده رزق وربنا بعته ليا. هتقابل في حياتك ناس كتير على هيئة عبر ودروس، وطول ما انت عايش ياما هتقابل في حياتك، وخليك متأكد ان الناس والدنيا هيربوك. بس كده. عليكم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه في الحر الرهيب ده؟ الجو صعب قوي، اقسم بالله من شدة الحر طفشت، طلعت على السطح فوق، المراوح مش عاملة حاجة. الجو صعب قوي دلوقتي، المفروض كل بيت يكون فيه تكييف، بس اكيد طبعا مش كل الناس هتقدر تجيب مكيفات. اولا اسعارها غالية جدا، فواتير الكهرباء بتبقى مرتفعة قوي، فربنا يعين الناس جميعا يا رب على الحر ده. شايفين البيت عندي بيطل على غيطان ومنظر تحفة، منظر، بصوا شايفين منظر ورايا عامل عظيم، روعة، منظر حلو قوي بجد. لكن انا للأسف كل فين وفين ما بفكر اطلع اقعد على السطح شوية، فلما طلعت النهاردة حبيت ان انا اصور لكم الفيديو الخفيف ده. ربنا يسعدكم جميعا يا رب. سلام. كان لازم تقابل في حياتك ناس أندال وقلالات أصل، عشان لما تقابل ولاد الأصول تمسك فيهم وتحافظ عليهم. كان لازم تقابل في حياتك الكذاب والخاين وبتاع الحوارات، عشان لما تقابل الصادق تعرف قيمته وتحافظ عليه. هتقابل قلوب قاسية زي الحجر، عشان لما تقابل حد حنين تقول ده رزق وربنا بعته ليا. هتقابل في حياتك ناس كتير على هيئة عبر ودروس، وطول ما انت عايش ياما هتقابل في حياتك، وخليك متأكد ان الناس والدنيا هيربوك. بس كده. عليكم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه في الحر الرهيب ده؟ الجو صعب قوي، اقسم بالله من شدة الحر طفشت، طلعت على السطح فوق، المراوح مش عاملة حاجة. الجو صعب قوي دلوقتي، المفروض كل بيت يكون فيه تكييف، بس اكيد طبعا مش كل الناس هتقدر تجيب مكيفات. اولا اسعارها غالية جدا، فواتير الكهرباء بتبقى مرتفعة قوي، فربنا يعين الناس جميعا يا رب على الحر ده. شايفين البيت عندي بيطل على غيطان ومنظر تحفة، منظر، بصوا شايفين منظر ورايا عامل